كنافة بالمانجا. هنعمل مع بعض النهاردة الكنافة بالمانجا في البيت بنفس طعم المحلات وتحدي. هقولك على كل الحركات والتكات اللي هتعمليها علشان تطلع معاكي بنفس جودة اللي بتشتريها من بره، وكمان بتمن الصينية الصغيرة هنعمل ضعف الكمية في البيت. بصي شكلها محدش كان مصدق ان هي معمولة في البيت. بصي هتطلع معاكي مظبوطة ازاي، وحقيقي طعم كل حاجة فيها كان حلو جدا وكان مظبوط جدا. لو انتي اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. ويلا بينا نبدأ. هنحتاج نص كيلو من الكنافة، ببقى حطاها في الفريزر، كوباية من السمن، معلقتين كبار من السكر البودر، وطبعا مانجا متقطعة مكعبات، كوباية من الكريمة اللباني البودر، كوباية كريم شانتيه، نص كوباية من الباستري كريم. هنستخدم في الوصفة دي الباستري كريم بتاع دريم، ونص كوباية من السكر. وطبعا هنحتاج لبن علشان نعمل بيه الكريمة. هنجيب بقى بولة عميقة شوية هننزل فيها بالكوباية بتاعة الكريمة اللباني البودر، وكوباية الكريم شانتيه، ونص كوباية من الباستري كريم، ونص كوبايه من السكر طبعا على حسب الرغبه، زي ما تفضلي وزي ما تحبي. بننزل بالسكر بالتدريج لحد ما يظبط الطعم بتاعي. انا علشان عملتها كذا مره قبل كده فعارفه السكر المناسب ليا اللي هو نص كوبايه بيطلع مظبوط بالظبط. على الكميه دي بقى حطينا كوبايتين ونص من اللبن الساقع، وهنضرب بقى بالمضرب الكهربائي على اعلى سرعه لمده 5 دقايق. بيعمل معايا كده كريمة بتبقى بالقوام بتاعها ده، كريمة تقيلة شوية. هشيلها بقى في التلاجة لحد ما نجهز الكنافة. هنجيب بقى الصينية، لو هتعمليها تحمصيها في الفرن او في حلة تحمصيها على البوتاجاز زي ما تحبي. انا بحب بقى فتفتها كده بايديا، لو انتي عايزة تضربيها في الكبة شوية عشان تنعم زي ما تحبي، بس دي طريقتي اللي انا بحب وبفضل اعملها بيها. بالشكل ده بقى كده بفضل ان انا اكسرها. عشان كده بقول لكم لازم تبقى متشاله في الفريزر عشان تسهل معايا ان انا افضل افتفت فيها كده. بس تبقى بالشكل ده كده. هنحط بقى عليها معلقتين كبار من السكر البودر، طبعا ده اختياري بس هو بيخلي طعم الكنافه وريحتها حلوه جدا. هنقلب كويس مع الكنافه، وبعد كده هنزل بكوبايه السمنه السايحه، وبرده هبدا ان انا بايديا كده اغلف كل الكنافه بالسمنه. افضل اقلب بقى فيها شويه كده وافركها مع السمنه كويس عشان كل الكنافه تتغلف بالسمنه. انا بقى هحمصها على البوتاجاز، انتي زي ما تحبي، عايزه تحطيها في الفرن شويه وتتابعيها براحتك. هنجيب بقى اكبر بايركس عندنا، هنطلع الكريمه اللي شلناها في التلاجة، وهنبدا ان احنا نحط بقى شويه من الكريمه كده في الارضيه بتاعه البايركس قبل ما ننزل عليها بالكنافه. زي ما قلت لكم ان قوام الكريمه بتاعنا بيبقى تقيل شويه، فعشان اعرف اتحكم فيها يعني احسن تحكم لازم احطها في كيس حلواني. حطيت بقى الكريمه في الارضيه بتاعه البايركس، عليها نص كميه الكنافه، وبعد كده هحط نص كميه الكريمه، وبعد كده عليهم نص كميه المانجا، وهرجع اكرر الطبقات تاني، نص كميه الكنافه اللي فاضل معايا ونص كميه الكريمه. انا بس عايزه اوريكم انا بحط الكريمه ازاي بالشكل ده كده، علشان هي قوامها تقيل، واي طريقه تانية هتحاولي ان انتي تحطيها بيها هتخلي شكل الطبق بتاعك مش مرتب، وهتلاقي ان الكنافه لزقت فيها وانتي بتفرديها طلعت معاكي. فهو ده احسن طريقه تحطي بيها الكريمه. بنحطها في كيس حلواني، بنعملها كده جنب بعض، وبعد كده بنجيب السباتيولا ونبدا ان احنا نرتبها بيها. طبعا تكملي البايركس كله، انا بس قلت اوريكي حته كده. هقولك بقى هنا على تركايه بعملها، ان انا بحط السباتيولا دي في شويه لبن او شويه عصير مانجا، بتسهل عليا فرد الكريم. خلصنا بقى بقيه الكريمه اللي عندنا، واخر طبقه على الوش اللي هي المانجا.
بخلي بقى دايما المكعبات اللي هي مرتبة ومتقطعة بشكل منظم وكويس هي اللي بتبقى على الوش، واي مكعبات تانية او اتقطعت بشكل مش مرتب بخليها في نص الصينية. طبعا لو انتي ست بيت شاطرة هتبقي مخزنة من المانجا، ما عندكيش مانجا خزين، في اكياس بتتباع في السوبر ماركت تقدري ان انتي تشتريها وتستخدميها، وانا جربت الاتنين والاتنين حلوين. طبعا زودي كمية المانجا براحتك، انا كمية الخزين كلها عندي كانت خلصت، فهي دي الكمية اللي انا عملتها. بدخلها بقى التلاجة ليلة كاملة، يعني لو عملتها على الفطار النهاردة بناكلها بعد الفطار تاني يوم. بصوا بقى شكلها بجد بيطلع شكلها حلو جدا، مش هتقدري تفرقي شكلها ولا طعمها عن الجاهزة، وانتي هتجربي وتحكمي بنفسك. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها، واستنوني ان شاء الله في الوصفة اللي جاية.